السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديونا اليوم حبايبنا بقسم أو كعك العراقي بالسمسم كلش طيب، جربوه. هنا أنا عندي نسمى بالرحمن، عندي طاسة أو إناء شنو تسموه. عندي حبايبنا 1 كوب من حليب السائل. ما عندكم حليب سائل نحط 1 كوب مي وملعقتين كبار من حليب الباودر، راح يصير عندنا حليب سائل ونخلطه. 1 كوب من السكر. طبعا حالاتها طلعت حلوة ومعتدلة، إذا تحبون أكثر أقل هذا حسب رغبتكم بالنسبة للسكر أو الشكر. نخلطهم هيجي بين ما يذوب عندي السكر حبايبنا. من بعدها راح نرجع وياكم نكمل الخطوات. هنا أنا ذاب عندي حبايبنا السكر، راح أبدي أضيف أول مرة المواد السائلة، من بعدها أضيف الطحين، يعني المواد الجافة. الطحين حبايبنا اللي هو الدقيق. هنا أنا تأكدت إن السكر ذاب تماما، يلا راح أضيفن الدهن. طبعا أنا ما استخدمت اليوم زيت حبايبنا، استخدمت دهن جنة وشوية عليه ملعقة أو ملعقتين خليت عليه من دهن حر أو دهن حيواني، احنا بالعراق نسميه دهن الحر. انتو حسب رغبتكم تقدرون تستخدمون بدل الدهن زبد، تذوبوه على نار هادئة جدا، يعني ما نريده حار بس دايب. هم انطاني طعم كلش طيب. مرة سويته وياكم حبايبي نزلته بالقناة بالزيت، هالمرة سويته لا بالدهن، هم كلش طيب. وصفة عن وصفة تختلف حبايبنا. هنا أنا هم خلطت، هنا أنا ملعقة صغيرة من الهيل المطحون وشوية ذروة قليلة جدا من الملح، وراح أخلط بس تتنكه المواد السائلة بالهيل. راح أبدي أضيف الطحين أو الدقيق. طبعا حبايبنا المطيبات أنا ضفت هيل، تقدرون تضيفون فانيلا أو مي ورد بكيفكم، انتو حسب رغبتكم المطيبات. هاي هسه المواد السائلة صارت عندي جاهزة. هنا أنا عندي طبعا أني 4 أكواب من الطحين حبايبنا. طبعا حبايبنا لا تضيفون الطحين كله، ضيفوه بالتدريج. والكوب اللي قست بيه السكر والحليب والدهن نفسي قست بيه الطحين. طبعا الطحين قسته 4 أكواب بنفس الكوب ونخلطه. طبعا أنا هسه من ضفت نص الكمية جيت بنفس الملعقة هاي أو الخلطة، يعني الشوكة اللي أخلط بيها، خلطت هيجي على السائل، يعني خليته كأنما شلون خليط الكيك. وهنا أنا راح أضيف الملعقة صغيرة من بيكنج باودر. طبعا هي للأفضل تستخدمون لها الأمونيا، بس أنا ما متواجدة عندي الأمونيا خلصانة، فاستخدمت بديل البيكنج باودر. عندكم أمونيا خلوا أمونيا، هي خاصة بالكيك أو البقسم العراقي بالسمسم. شوفوا هنا أنا هسه راح خلصت من هاي، راح استخدم ايدي. طبعا لازم نستخدم ايدينا. وحبايبنا مو نعجن عجن قاسي، لا هيك نلملم العجينة تلملم. هو شوفي من طحين الطحين او دقيق الدقيق راح يكون عندك شوية يختلف. اذا احتاجيتوا طحين او دقيق بعد خلي ربع كوب ربع كوب الى ان تحصلين على هذا القوام اللي اني سويته. او شفتوا ها هي انا بالنسبة الي هذا الطحين حبايبنا مو فاخر، هذا الطحين وزن، يعني كيلوات، هم طحين صفر بس وزن. شوفوا العجينة شلون صارت عندي التمت ما شاء الله وطرية. هيجي عجنتها تقريب دقيقة، ما كثرت يعني بهاي العجينة الأخيرة بين ما تلملمت عندي. وها هي، وبدون ما نريح العجينة نشتغل بيها على طول، لأن احنا خالين بيها بيكنج باودر. شوفوا أنا بس حبيت هسه هيجي أسوي بيها، بدي أشوفكم العجينة شلون جمعت وتخبل وبدون ما تلتصق بالإيد. هاي هنا هسه العجينة عندي تجنن. هسه راح نبدي نكورها. طبعا أنا هنا راح استخدم صواني الفرن، أي صينية فرن حبايب، خليت بيها ورق غار، ما عندكم العفو شوفوا أنا ورق غار سحقت، خليت بيها ورق زبدة.
ما عندكم ورق زبدة تدهنون الصينية وتخلون بيها الكرات مال البقسم. طبعا حبايبنا هيجي بس اول ما نضغط عليه هيجي بس نعدلها، وها هي نخمسها بالسمسم المحمص. طبعا السمسم يفضل ان تخلوه له قطر، فانا ما خليت صراحة، نسيته على مود يلزق عندكم شوية السمسم ما ينزل، فاني ما خليته صراحة قطر، خليته مثل ما هو. فصراحة خلوله ملعقة ملعقتين قطر، اللي قطر اللي هو الشيرة، على مود يكمش عندكم وما يعني من تطلعون الصينية من الفرن ما يذب السمسم. طبعا اسفة على الاصوات مال الشارع. هاي سويت شكم كورة قدامكم حبايبنا، شكم بقسماية هيجي نكورها. اكو ناس يسموه بقسم، اكو ناس يسموه كعك بالسمسم، اكو كيك بالسمسم، كل من يسمي بكيفه، بعد ما اعرف. بس صراحة مال العصرونية كلش طيب، ويا الشاي كلش طيب حبايبنا، ولازم واحد ما يختلي يعني من هيجي اشياء حلوة. هسه هنا أنا اكمل وياكم كل هاي الكمية. طبعا انا راح ادخل الفرن على درجة حرارة 180 اول شي من تحت، او اذا يشتغلون من فوق ومن جوا يعني اثنينهم عادي على 180 بالرف الوسط. هاي كملت عندي اول صينية، ويبقى التشكيل حبايبنا صغار كبار انتو حسب رغبتكم، هذا كل شي ورغبتكم. بعد بالنسبة الي انا سويتهم هيك حجمهم وسط، لا كبار حيل ولا صغار حيل. نشوي حبايبنا على درجة حرارة 180 على الرف الوسط لمدة ما ياخذ 10 دقائق 12 دقيقة، ويطلع عندكم بس ياخذ اللون الذهبي. وهذا الشكل النهائي كلش طيب، جربوه مع العصرونية. ومع السلامة. ولا تنسونا حبايبنا باللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل شي جديد انزله.